واحدة من أغرب وأبشع الاحتيالات في تاريخ تصفيات كأس العالم، ولولا الكاميرات لن يستطيع أحد أن يكتشف هذه الخدعة إلى يومنا هذا. بسنة 1989 كان منتخب تشيلي يلعب مباراة حاسمة ضد البرازيل في ملعب ماراكانا، وكان منتخب تشيلي متأخرا بهدف، لكن فجأة تم رمي ألعاب نارية من المدرجات إلى قرب حارس مرمى تشيلي، وجعلت الحارس يسقط أرضا وهو غارق في الدماء. لاعبي منتخب تشيلي قاموا بالخروج من الملعب رافضين إكمال المباراة بحجة أن الأجواء غير آمنة، وكان هدفهم إلغاء المباراة واعتبار البرازيل خاسرة ليتأهلوا هم. لكن الشيء اللي ما كان أحد ممكن يتخيله أن الكاميرات التقطت المشهد بزاوية مكبرة وكشفت الصدمة اللي لا يمكن أن تخطر على بال أحد، وأظهرت أن الألعاب النارية لم تلمس حارس منتخب تشيلي أصلا، بل حارس منتخب تشيلي كان يخبئ شفرة حلاقة صغيرة داخل قفازات يده، وعندما تم رمي القنبلة الدخانية إلى أمامه قام بتقطيع جبهته بنفسه ليتظاهر بالإصابة. وبسبب هذا الاحتيال تم حرمان تشيلي من المشاركة في تصفيات كأس العالم بسنة 1994، وكذلك تم إيقاف الحارس روبرتو روخاس مدى الحياة. وكالعادة تأكد أنك متابعني عشان أوريك أشياء ما كنت تعرفها من قبل.